شهر رمضان له خصوصية عظيمة. الله سبحانه وتعالى أخص وجعل شهر رمضان يختلف عن بقية الشهور، ولما له من منزلة عظيمة ولما له من تأثير كبير على حياة المؤمن وعلى حياة المسلم بشكل عام. ولكن للأسف الشديد نلاحظ خلال هذا الموسم وخلال هذه الفترة المنصرمة 30 يوم نشاهد الدراما العربية بشكل عام والدراما المصرية بشكل خاص. وأنا تحدثت في السنة الماضية في رمضان 2022 وفي هذا الشهر شهر رمضان 2023 الدراما العراقية نراها بعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي والمسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان والمسلم في هذا الشهر الفضيل. نراه بعيد كل البعد عن المفاهيم القرآنية وعن المفاهيم الإلهية وعن المفاهيم الربانية التي تؤكد على أهمية وضرورة هذا الشهر الفضيل. فلماذا نرى هذه الإيحاءات الفاضحة خلال هذا الشهر؟ إيحاءات فاضحة وغير مقبولة وغير منطقية خلال هذه الدراما وتمرر إلى العائلة العراقية وخلال فترة شهر رمضان. هذه الفترة فترة عبادة وفترة نقاهة نفسية واستجمام روحي وإلهي للإنسان وللنفس البشرية. تروح أنت تسوي مشاهد إباحية، مشاهد لا أنزل الله بها من سلطان، مشاهد